الكتفين. بماذا يتلقى الأرض؟ نعم سقط على وجهه منادي أخي أبا عبد الله أدركني وقد الكرب حسيا من طرف المعارة شاب عظيم قطعا لنا ويساره سعر الله قلب الإمام الحسين وهو يرى العباس بجنح الحالة الفظيعة مقطوع اليدين مرضوب الجبين المخ زائل على الكتف. اقل اخويا القلب يا اخويا نام قلبي من هاي الرصايد الصابرات وسط القلب الصايد قطع الزين خلى القلب زايد شك الجوع شك القلب نصفه. كل هاي الامور ما كانت تهم العباس. ما الذي كان يؤلمه؟ ما الذي كان يحزنه؟ اسمع يقول له يا عباس شنو للشيطان سهم وقع بالعين لو قطعت يده. يقول له لا سهم عيني لمشيد ولا قط يميني صوت الحرم يحزين يتزيد واليمين. يقولون العباس كان يتمنى يشوف الحسين ولو نظرة، ولكن شلون يشوف الحسين وعينه اليمنى قد نبت بها ذلك السهم واليسرى قد جمد عليها التراب. يقول له يا اخويا الحياة عليك يا ابو اليمة من عين السهم الجرة. يقول له السهم عينك شلون طلعة متعادل وصفها وصفل الشرة. بين الحسين عند العباس ما تركه الله وإذا بالعباس قد شهر شهره. والله يوننا حسين والنار حكم طوال وقلب حسين طبورات. قام الحسين وهو منحني الضلع يكفف دموعه. يقول اخوي انكسر ظهري وانت اللي كسرته ما نفوت شلون اخوك اليوم حسن. ولكن وين المصيبة؟ يقولون المصيبة عند زينب. انت تعرف شو العلاقة بين زينب وبين ابي الفضل العباس؟ يقولون لما ولد العباس كان زينب تحمله على قدرها الشريف وتجي للامام تقول له ابا كيف احمل هذا المولود ينشرح قلبي؟ قال انا بني هذا كفيلك. كانت كفيلي؟ قال نعم وستفارقينه. قالت وافارقه؟ قال نعم على نهر العنصر. تقول اخويا حسين ليش وحدك جاي لينا جعفر فوق البطل وين؟ قال يا اخويا حسين ليش وحدك جاي لينا يقولها ويدري الدمع على الخدود. يقولها